تفضل. أي شخص يقوم بعمل مميز مثير في شيء من الغرابة، المفروض أنه يتوقع أن الناس تنقسم قسمين، منهم من يثني على هذا الأمر يعجب به، ومنهم من ينتقد. وبتحصلين يوم من هيان اللي يبالغ في الثناء واللي يبالغ في الانتقاد، صح ولا لا؟ صح. وأعتقد أنت كنت متوقعة هذا الأمر من هيان. أنا كنت متوقعة، بس أنا ما كان يهمني أي شيء، أنا كان يهمني شيء واحد، إني أفرح في فرحة البلاد وفرحة الشعوب. أنا اللي كنت أبغى أقول لكم من هيان بأنه يعني شيء طبيعي إنه مثل ما هو أمامي الآن من خلال رسائل، في رسائل كثيرة يقولون من هيان حبت تعبر بطريقتها لا حد يعترض عليها، وبعض الرسائل أمامي اللي يقول والله يعني من هيان كان المفروض ما تسوي كذا، كان المفروض يعني وجهات نظر واقتراحات، بما أن العمل هذا صار اللي هو العمل اللي سويتيه أنت صار في وسائل الإعلام، فمن الطبيعي أن تكون في ردود أفعال مختلفة. أنا طلبي الشخصي منكم من هيان أنه لا تتأثرين وايد، لا تنزعجين وايد من ردود الأفعال، بقدر ما أن الواحد يسمع ويستفيد، وشكرا للي يعني أثنى، وشكرا كذلك للي انتقد. هذا طلبي من هيان. عندي سؤال واحد بس للي انتقدوني، بس سؤال واحد. يعني في مرة سووا مسابقة أفضل سيارة يوم الشيخ محمد أول سنة له يمسك مقاليد الحكم، اوكي، علم بان انا في المسابقه هاي خذيت المركز الثاني. ما شاء الله عليك. وكانت يومتها تزيين السيارات بشكل فظيع. بكم زينتي عادي يومها؟ بكم زينتي السياره؟ كلفتني تقريبا الصراحه بحدود 20,000. لان كانت ورود طبيعيه. ما كانت يعني كريستال شوي. لا كانت ورود طبيعيه، وكلفتني 20 وربحت 50,000. زين، يعني يومتها في الوقت هذا ليش ما حد انتقد؟ ترى هذه فرحه وهذه فرحه. ايامها سلمت الله ما شيء بلاك بيري، ما شيء تويتر. اليوم البلاك بيري والتويتر هو اللي يعني زين. بس انا عفوا مع احترامي للمشاهدين، انا ما مسويه شيء غلط، يعني هذه مجرد فرحه، والكل يعني مش بس انا، الكل فرحان، بس يمكن انا عبرت بطريقه لان انا اشوف على اللي اقدمه، على الشيء هذا اللي اقدمه اشوفه شويه بحق بلادي بحق شيوخي. من هيام بارك الله فيك مره ثانيه اقول، وانت ذكرتي نقطه مهمه، التزيين هذا ما راح ينعق بعد الاحتفالات، هذه يعني كريستالات يتم الاحتفاظ فيها وقيمتها محفوظة موجودة، وهذا شيء يعني اعتقد بس للتوضيح يعني ان من هيان اسرفت وغيره، لا هذا يعني تزيين محتفظ فيه وما عقته من هيان ولا راح تعقه. من هيان كذلك مثل ما قلت لك في رسائل كثيرة امامي يقولون من هيان حبت تعبر بطريقتها، من هيان يعني حرة بما تعمل، وفي رسائل اخرى مثل ما قلت لك وامر طبيعي هذا، انه يعني ممكن من هيان تصير قدوه الان البعض، عيالنا بيقلدون من هيان، بتورط نحن ما نقدر نسوي مثل من هيان وغيرها من الرسائل. عموما وانا على فكره ترى انا اتقبل كل انتقاد بصدر رحب، انا روحي رياضيه وما ازعل من كل حد. يا سلام عليك يا ام. نعم يا سلام. حابه تقولي شيء بعد تضيفي؟ والله مش حابه اقول اي شيء غير اني اهني شيوخنا واهني شعب الامارات، واللي انتقدني اقول له مشكور جزاك الله الف خير. هذا المطلوب. من ايام نعم. والعبان زي ما طريتيها عاد ب 12 درهم، وين هاي شو حاطه فيها؟ والله شوف العبان انا مسويتها بنفس الشعار، شعار 7 شيوخ والعلم اللي في النص، وبعد بالسواره بسكي، وتقريبا 7000 فص من الكريستال نوعيه سواره بسكي، بس طبعا مال العبي يعني مش يعني مال غير نوعيه غير مختلفه. ايه نوعيه ثانيه. زين. خليك معي شوي ثواني بس من هيان عشان يعني اكون صادق وامين شوي، لان بعض المستمعين يزعلون ليش ما تقرا كل الرسائل من هيان. يقول الاخ مثلا اتمنى عدم المبالغه في انتقاد من هيان، هذه من الرسائل اللي امامي. من الرسائل كذلك يقول لحظه يا خالد يقول نبغى نشوف السياره ما شفناها بشكل واضح في الجريده، بتطرش من هيان طرشي لنا صوره عقب. هي موجوده بعد على جريده انجليزيه اسمها